يا أستاذ أنت علمت ومش علمت، ده أنت مدرس في كيف يخفي المجرم جريمته. لا لا تعال نشوف، تعال نشوف بالنص. قول يا أستاذ. بقول لك أنت يعني طيب مشيته كده. هات لي مثال عشان أرد عليك. اتفضل المثال، اتفضل المثال، اتفضل المثال. الأستاذ وحيد، أنا عايز مثال واحد مثال عشان الأستاذ وحيد يتفضل يرد، عشان قدامي 4 دقايق بالظبط على نهاية البرنامج. عادل إمام، مش عادل إمام، عادل إمام لما قتل كان بيرقص مع البت، كان نايم معاها فدخل عليها واحد عشيقها الثاني، فعادل إمام قتله. وكيف ازاي بقى يخفي الجثه؟ خد الجثه في عربيه وهي نزلتها معاه وراحوا رموها. ازاي ليه ما رمتهاش في مكان بعيد؟ قال لها لا انا استاذ قانون علشان تظل مش عارف ايه موجوده ومعلومه وشبه هذا. طيب طلع واحد لهم شافهم وهم بيأدوا الجريمه، فيعمل فيه ايه؟ اتعمل له طبق وشال البلاعه، استاذ الجميع الاستاذ القانون، وشال البلاعه وحط مكانها ورقه وراح فيدرب الناس على القتل. اتفهمت الحكايه عشان على سفك الدماء، اتفضل رد على ممارسه الضغائن. اتفهمت خلاص. مدرسه اتفضل. معلش بقى انا عايز بس الرد في دقيقتين يا استاذ وحيد، مش اكتر من كده. والنبي علشان الوقت، عشان خاطري سيب لي الاستاذ، سيبهولي. هو انتوا الاثنين يعني مع بعض. بص حضرتك، انت قلت لي ان انا مش حافظ القرآن. لا ولا الحديث. استنى، كويس، وانا زيك، بس على الاقل انا مستوعب. لا وانت رجل تقع حقيقي. طيب يعني انا ما يعني انا هقول لحضرتك ما اعلمه عنك يؤهلني اقول ذلك. طيب اتفضل. بص حضرتك، انا عاوز تاخد المسائل بجوهرها. اول جريمه حصلت في تاريخ البشريه. لا لحظه، بلاش غنى. لا 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 يا استاذ وحيد اسمع، انت عارف انا هقول ايه عشان تصدمني؟ يا استاذ وحيد ارجوك، انت عارف انا سبتك حوالي ربع ساعه تتكلم انت عارف قاطعه واشوف عايز توصل. طب ما تسيبه يرد عليك. لا اصل القضيه هنا ايه؟ انت عارف القضيه هنا ان هل من يرى الجريمه، من يرى الجريمه، حضرتك اقترحت عليه فكره، سيبه يرد. من يرى الجريمه لو سمحت انت تعرف البشر عشان يشوفوها. شوف يا فندم، يا استاذ ابو اسلام، احنا فهمنا وجهه نظر حضرتك. لو سمحت اتفضل يا استاذ وحيد باختصار لو سمحت. خليك حنون زي ما كنت حنين على الفاسدين. اسمعني، انا حنين على الفساد اللي انت عارضه. اسمعني لانك عرضه بخبث. اسمعني، خبث ايه؟ خبث ايه؟ انك عرضه لترويج اسمعني بقى لو سمحت، انت عارف انا هقول ايه؟ لو سمحت استاذ ابو اسلام، لو سمحت جامعه الزقازيق، لو سمحت استاذ ابو اسلام، خلي الاستاذ وحيد يرد لو سمحت. اتفضل يا استاذ وحيد. اول جريمه في تاريخ البشريه باختصار يا استاذ وحيد لو سمحت. يعني طب اتفضل حضرتك. قابيل قتل هابيل واحتار كيف يخفي اثار جريمته ويخفي ايه؟ الجثه. فربنا سبحانه وتعالى ارسل الغراب عشان يقول له ازاي تداري جريمتك. ارسل الغراب اللي قتل زميله وحفر في الارض، ده كويس، حتى يخفي جثه الغراب، وبناء عليه قابيل فعل نفس الفعل. ده القرآن، والقصة مذكورة في القرآن وأنا مش جايبها من عندي. هل تتهم أو هل تعتقد أن الله سبحانه وتعالى بكل جلاله وقدرته وحكمته كان هنا يروج لكيفية ارتكاب جريمة، أم كان يقصد معنى آخر؟ رد علي. كان يقصد معنى آخر. ما هو؟ العظة والعبرة. وأنا هنا العظة والعبرة. لا مع الفرق ده انت هنا معلم. لا 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 بس خلصنا. لو سمحت لو سمحت لو سمحت استاذ وحيد، استاذ ابو اسلام، يا ريت لو حضرتك تقول لي اللي خرجت بيه من هذه الحلقه. ان هم الحقيقه حلقتين يعني مجموعه من الاثنين. الاستاذ وحيد عايز يوصل رساله ان اللي انا اشوفه من ضلال او اللي انا اعيشه من تجارب انقله للمجتمع بنفس الصوره تماما. هذه الصوره الموجوده اللي بيعرضها الفن ليست هي صوره المجتمع، إنما هي أسوأ ما في المجتمع. يعني هم عملوا عملية انتقائية شديدة اللي هم مجتمعهم، اللي هي البيئة اللي عايشين فيها. لا أرجوك أرجوك يا أستاذ. طيب أنا آسف أنا آسف أنا آسف. هتقول لي البيئة اللي عايشين فيها، هقول لك البيئة اللي أنت عايش فيها. أنا آسف. أنا آسف. لحظة أستاذ وحيد، اتفضل كمل. البيئة الفنية ولا البيئة الفنية. يعني البيئة الفنية أنظف لو سمحت وأطهر من بيئات أخرى كثيرة. والله أنا حقيقة لما بقول الكلمة دي برضه يا أخي، والفنانين فيهم لما بقول الكلمة دي يا استاذ وحيد، ما حدش ابدا يعني ويعرفون الله. لا بقول لك لا مش يعرفون الله. انا عندي ديت قصاصات جرايد فنانين
هم اللي قالوا الكلام ده مش انا على فكره يعني. اتفضل لو سمحت. فهم نقلوا وجهه نظري ان لا يمكن ان ننقل هذه السيئات وهذه الاباطيل الى بيوت الناس كما هي تماما. يعني ليس من الاخلاق ولا من الضوابط الاخلاقيه او الشرعيه ان انقل الجنس والخمر والقتل والاغتصاب وسفك الدماء وكيفية ارتكاب الجرائم إلى الأسرة وداخل البيت. شكرا أستاذ أبو إسلام. اتفضل أستاذ وحيد تقول لي اللي خرجت بيه من هذه الحلقة لو سمحت الحلقة السابقة. الأستاذ أبو إسلام يعني لا يلتزم، مش عاوز أقول بالحقيقة، لا بيعكس الأمور أو هو فهمه ليها فهم واحد ومش عاوز يقبل بوجهة النظر الأخرى. لكن أنا أوضح وجهة النظر الأخرى إن السينما أو الفن عموما إذا ظهرت به مشاهد عنف أو شرب خمر أو رذيلة فهي هذه المشاهد كلها تكون بقصد توعية الناس بالابتعاد عنها والدعوة إلى الفضيلة وإلى نبذ العنف وإلى نبذ الجرائم. ولا يوجد فنان واحد إلا في حالة واحدة معترف بها في كل بلاد العالم، وهي إن بتصنع أفلام مخصوصة بيسموها أفلام الجنس، ودي ترويج فاضح والحمد لله إنها لا يصرح بها في مصر أو غيرها من البلاد العربية أو الإسلامية. حتى لما بترد مثل هذه النوعيات في أفلام أجنبية دي الحقيقة خارج موضوع مناقشتنا بيتم حذفها، مسألة أخلاقية. لكن السينما المصرية لا تتاجر بالجنس. وإذا كان الأستاذ ذكر نماذج للمرأة كثيرة أنها بتطلع مثلا فتوة وبتاعت حشيش، فأذكره لماذا تناسى عن عمد الشخصيات المثالية التي ظهرت فيها المرأة المصرية. شكرا أستاذ وحيد وشكرا أستاذ أبو إسلام، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.